بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله دكتور حسن يحييكم. ضيفنا اليوم على غير العادة هي هذه سلاحف النينجا. عن طريق هذه الحالة حبيت نوصل رسالة. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا قرينا كل الاختصاصات، يعني ما تعمقناهمش فيه بزاف، من بينها أمراض الدواجن، مالادي دو فولاي، الدجاج والداند والدجاج البيوض وكذا. كنت في السابق أزاول يعني هذا الاختصاص، ولكن مع تزامن مع الأقدمية تروح لك المعلومات وتنسى المعلومات، ويغيب عليك، تهرب لك الأمان كيما نقولوا حنايا، يهربوا لك لي جوار. هنا واش تولي دير في الحالة هذه؟ ما تبقاش تخلط وتجلط في الدواء. يجيك واحد مثال عنده الدجاج تعطي له دواء تاع البقرات، يجيك ما بالش على مرض تولي تقزن بركه كم راسك. هنا احتمالين، يا اما نعرف يا اما ما نعرفش. تاع نعرف نقدم العلاج ونجتهد يعني وشافي ربي سبحانه. اذا ما نعرفش هنا احتمالين، ما نعرفش نروح نقرا، نروح نعاود نبحث، نعاود نسقسي نولي نعرف، واما نبعث عند الزملاء اللي راهم داير اختصاص لافيير، اللي راهو يختص يعني ديجي في هذا المجال وعنده الادويه تاع هذا المجال. اصلا كون تجي عندي لهنا الدواء تاع الدواجن ما عنديش، لاني ما نكزرسيش هذا الاختصاص. من هذا المنبر الحاله كما هذه تاع اليوم جاتني سلحفات، ما نبقاش نتعامل معها يعني بجهل كبير. ما نقولش باغ اكزومبل هذه شرب لها زيت المحروقه، والله دير لها انجيكتي لها الدواء الفلاني تاع القطط، والله انجيكتي الدواء تاع البقرات. لا يا اخي، يا اما نعرف يا اما ما نعرفش، لانها روح. ما تشوفش الكرافاس هذه تقول راهي حجره راهي بيطون، نو، راهي روح. دونك وراك مسؤول عليها يوم القيامه عند رب العالمين. اذا تعرف قدم اخويا المساعده والتوفيق من الله عز وجل. اذا ما تعرفش زوج حوايج، يا اما تروح تقرا يا اما تبعث عند الناس اللي راهم مختصين في هذا. عندي فيديوهات في ارشيف الصفحه، فيديوهات كثيره على طريقه التعامل مع السلاحف، على طريقه الحقن، وين نجيكتيو في المشكل في التريسابس عند التورتي، في البيسابس. المهم عندكم معلومات كثيره راهي في الصفحه، ولكن هذا ما يمنعش انه اذا ما عندكش المعلومه تروح تبحث عليها. كمثال فقط، اليوم عندي هذا الكتاب، مانيش ندير في اشهار الكتاب، ما نصوروش التيتر تاعو، ما نقولش رانا نديروا اشهار في الكتاب، ولكن كتاب فيه كل المعلومات. مثال نهز انا اليوم ما عمبليش واش ننجيكتي لها اونتيبيوتيك، ما عمبليش. بلي طورتي هاي تجا كيف متعفنها كاراباس، فراكتور تاع الكاراباس، سبحان الله، هاي فراكتور. وكما قلنا الكاراباس راهي جزء من الهيكل العظمي. الناس راهم حاطين القوقعه هذيك راهي حاجه عاديه، لا راهي تابعه للهيكل العظمي يا ناس. هذه المعلومات اللي هنا، كيف تتعامل مع السلاحف، كيف تنجيكتي، كيف تعالج، كيف تداوي، كيف تخيط، كيف دير كل شيء. مثال الحاله تاعنا تاع اليوم هذه، سلحفات تعرضت لحادث سير، راه وجهها اكرازي، عندها راهي تحت تاثير مخدره، عندها انفراكتور لهنا، عندها انفراكتور لهنا، وشوفوا المشوار تاعها كيفاه مفتوحه، المشوار السفلى كيفاه مدايره، مفتوحه ما نرجعوهاش. شوفوا كيف راهي مفتوحه، باينه، فوالا. شوفوا كيف مفتوحه. دونك راح تتخيط اكيد، نخيطوا لها، ديزانفيكتيو الجرح، نعقموه، نخيطوها، نحاولوا قدر المستطاع تثبيت الفك ما يتحركش بزاف عن طريق غذاء يعني ليكيد ولا سيمي ليكيد سائل، نتوصلوا حتى نكافيوها بالسرنج بعد الفك ما يخدمش بزاف. كيما المشوار سوبيريور، حتى عند الانسان المشوار سوبيريور ما راهيش تتحرك، عكس المشوار انفيريور. حنا واش نديرو كيما يتحركش الفك يزرب يتكونسوليدا، نمدو كالسيوم على فيتامين دي، نمدو دي زونتيبيوتيك. هذه المعلومات ما قريناهاش للاسف، لانه حيوان هذو لي زانيمو دو كومباني ما قريناهمش اصلا يعني، وحتى ممكن قريناهم في تيتر ولا زوج فقط. هذا يعني انك ما تكونش انسان جاهل وتصدم برك. المعلومه اللي على بورتي دو تو الموند، والله العلي العظيم، المعلومه راهي في كل مكان، في الفيسبوك، في الكتب،
في لي سيت تاع الانترنت في جوجل، وين تروح تلقى كاينين حتى صفحات، يعني في البلدان الغربيه صفحات خاصه بهم، يعني كيف تعالج اون فراكتور. سبحان الله، فراكتور قلنا هذه الكراباس القوقعه اللي راك تشوفها خاصها شغل بيطون، راهي جزء من الهيكل العظمي. يا هل ترى هذه ديرها بالسيمون هكا، ديرها بالسيمه تقول نسوديها، اي ماهيش حجره يا عباد الله، راهو حيوان وراهو عظم. العظم يتكونسوليدا باغ اكزومبل بأون فراكتور نديروا لها نعالجوها كما نعالجوا الكسور، يا اما بالتثبيت ونمدوا كالسيوم مع فيتامين دي، ولا لوستيوسينتيز يعني جراحيا وين نديروا دي بلاك، نديروا دي فيس، نديروا لو فيل دو سيركلاج. هنا رسالتي واضحه، وماشي غير في جانب السلاحفه، في كل الجوانب يعني وكل الاختصاصات. ما يجيش مثال حيوان مانيش عارف نتعامل معاه، ما عمليش اصلا يعني لا باز تاعو، ونروح نصدم هكذاك. راك غدوه عند رب العالمين، راك مسؤول، راهي امانه، وراهو روح، وراك الدراهم هذوك اللي قضيتهم وفيهم شويه فيهم الدود. نقولوا نسال الله يعني السلم والامان لهذا البلد الكريم، النصره لاخواننا في غزه. لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.